اهلا بيكم. في الحلقه اللي فاتت عملنا اول ريستارت مع بعض، والحقيقه النتيجه كانت هايله جدا. كان الريستارت عن تعزيز الثقه بالنفس، وبعتوا لي كتير جدا على السوشيال ميديا ان هم بداوا يعملوا التاسك دي وان هم مبسوطين خالص. وان شاء الله كل مره لو تابعتوا معايا الحلقات هتعملوا كل مره ريستارت وحياتنا هتتغير خالص، اوعدكم. النهارده هنعمل ريستارت جديد، خليكم معايا علشان هنعمل التاسك دي النهارده. ريستارت بتاع النهارده انه الحقيقه كلنا عارفين ان الست المصريه ست اصيله وجدعه وعندها تضحيه وتفاني وانكار للذات. التضحيه تمام، التفاني تمام، بس انكار الذات هو ده اللي هنعمل له ريستارت النهارده. انا نفسي ما نعملش حاجه مش مطلوبه مننا. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون ده خلقه بنظام، خلق علينا واجبات ولينا حقوق. اعمل الواجبات اللي عليا واخد الحقوق اللي ليا، والا انت حضرتك كده مش بتضري نفسك بس، انت بتضري مجتمع كامل. لما ربنا خلق الكون وخلقه بالشكل ده وقال لنا ايه؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا، عشان رحمة ربنا سبحانه وتعالى وعشان عارف السلام النفسي انت هتاخديه ازاي، انك ما تنسيش نصيبك من الدنيا. لو افترضنا ان في اسرة فيها اب وام واطفال، تلاقي ان الام دايما متنازلة عن حقها، بتدور على اكل ولادها وجوزها، ولو ده موجود خلاص انا مش مهم اكل. تدور على لبس ولادها وجوزها، ولو ده موجود مش لازم انا خالص. طب ليه؟ لو اللي موجود حضرتك يتقسم على عدد افراد الاسره، انت فرد منهم. ده انت لو عندك حد بيساعدك في البيت لازم تاكليها من اكلك ولازم تلبسيها زي ما بتلبسوا وانت مسؤوله عنها، فما بالك انت الام نص البيت ربة المنزل. ليه متنازله عن حقوقك؟ ليه دايما عايزه تبقي درجه ثالثه في البيت وبعد كده تشتكي وتزعلي لما اولادك يكبروا؟ طبعا لما قلت كده قبل كده في السوشيال ميديا بعض السيدات قالوا لي احنا كده مبسوطين، احنا كده زي الفل. لا، عايزه اقول لك انت حتى لو انت مبسوطه وزي الفل انت بتربي مجتمع غلط. ليه؟ ابنك ده لما يكبر ويتجوز هيعمل ايه؟ تفتكري ان هو هيدي مراته حقوقها ولا هيستمر في اللي انت علمتيهوله؟ انك حضرتك الزوجه دي ملهاش حق. هتيجي مراته تطلب لبس هيحس ان هي اوفر، هتيجي مراته عايزه تاكل زيها زيه، ايه ده انت المفروض تاكلي اقل مني. انت ربيتيه على كده، انت ضريتيه. مراته جايز قوي ما تقبلش ده. طب بنتك بقى، بنتك بيحصل لها حاجه من حاجتين، اما ان هي بتبقى امتداد ليكي، او ان هي بتتمرد وتاخد اكتر من حقها لان هي عندها رعب ان هي تبقى زي مامتها. فاسلوب التضحيه وان انا ما يبقاش من حقي، لا، ربنا ادالك حق، خدي حقك اللي ربنا اداهولك، وعلمي جوزك واولادك ان حضرتك ليكي حق. وعايزه اقول لك ان في سيدات بيجوا لي عندهم 60 سنه يقولوا لي انا ابني واولادي ما افتكرونيش في عيد الام، ما قالوليش كل سنه وانت طيبه، ما جابوليش هديه في عيد ميلادي، ما بيفتكرونيش، جايز يكتروا شويه وما يزورونيش لان حضرتك كنت متفانيه، كنت عندك انكار للذات. خلاص بتشتكي ليه دلوقتي؟ عجبني بوست جدا جدا قريته قريب، ان ام بتقول ان هي ادت عندها طفلين، ادت لهم فلوس علشان يجيبوا ايس كريم. فما كان من الولاد الا ان هي بقى قالت لهم هاتوا لي معاكم، هاتوا ليكوا ايس كريم وهاتوا لي معاكم. فجابوا 2 ايس كريم نوع غالي جدا لنفسهم وجابوا لها ارض نوع. ولما سالتهم انتوا ليه جايبين لي ارض نوع، قالوا لها انت دايما بتشتري النوع ده، دايما تجيبي لنا من ده وبتشتري لنفسك من ده، فانت حضرتك اللي ربيتي فيهم كده. بعد كده في بقى ستات بقى عامله متفانيه بقى وبتاع، خلاص ما تشتكيش وما تجيش لما تكبري تقولي ما بيسالوش عني. وانتي مش بس بتظلمي نفسك، انتي بتظلميهم، بتربي مجتمع اناني. ارجوكي فكري، ارجوكي اقفي وقرري انا هعمل ريستارت، انا هعمل اللي ربنا قال عليه، مش هجود. هتعملي ايه؟ هتدي واجباتك زي الفل، تضحيه وتفاني وكل حاجه، تاخدي حقوقك انت كمان، انت عضو من اعضاء الاسره،
خدي حقوقك علشان محدش بعد كده هيديها لك لو حتى طلبتيها. عودي ولادك وربيهم على كده، وعودي جوزك على كده، واعملي ريستارت ده، وبرضه ابعتولي على السوشيال ميديا جربتوه ولا لا.